شلون اتهكر كمبيوتري بالكامل مع كل حساباتي، قناتين يوتيوب مجموع مشتركيها 15 مليون، وحساب انستغرام وتويتش وتيك توك والديسكورد وايميلاتي كلها وحساب باي بال وبطاقتي البنكية. ممكن انت عزيزي المشاهد يصير بيك مثل اللي صار بي، والسبب تافه جدا. السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ رجعت لكم بفيديو جديد، بس هذا الفيديو مختلف كليا لان هاي القصة صارت لي قبل 3 ايام، وهاي 3 ايام عشت بيها برعب وقلق وخسرت فلوس وخسرت هواي شغلات. فهذا الفيديو مهم لكل الناس اللي عندهم قنوات، اللي ما عندهم، مهم للكل. بداية القصة شباب، قاعد اني ما احس الا اجتني رسائل على التليفون، والحمد لله انه اني قاعد ومنتبه وما نايم، وشفت الرسائل اللي جتني على التليفون. على الرسالة شنو هاي؟ تم استقطاع $50 من حسابك. شنو هاي 50$؟ قلت استقطاع؟ انا ما مسوي شي، يعني ما مشتري شي، خاف ناس محاولي لي. ما ثانية واحدة اجتني واحدة ثانية، تم استقطاع $50، وطن طن رسالة ورا رسالة، رسالة ورا رسالة. شنو هاي الخمسينات اللي قاعد تطير من حسابي؟ وادخل لك على تطبيق البنك واشوف صدق يعني هاي المبالغ قاعد تطلع من حسابي، مكتوب باي بال روبلوكس. شنو باي بال روبلوكس؟ بعدين اتذكرت انه بطاقتي البنكية رابطها بحسابي الباي بال، فعلى طول دخلت التطبيق البنك، وقفت البطاقة. خلاص هاي البطاقة ايقاف مؤقت، طبعا مو كلي، بس هذا الايقاف المؤقت عادي يشتغل بعد ما يطلع منها اي فلوس. وبهاي الاثناء عزيزي المشاهد، اخوكم ابو الصوف خسر $350. هي بالواقع اكثر من 350 لان باي بال ياخذون عمولة، فطلع عن حوالي $370. طارت يعني شو اقول لكم ب 15 ثانية تقريبا، ولو ما منتبه كان ابو الصوف هسه على الحديدة. هنا عرفت اكو فد شي مريب بالموضوع، عرفت انه اني متهكر او تعرضت للاختراق، هن نفس الشيء. فعلى طول تذكرت السبب، وتذكرت شنو الغلط اللي غلطته بنفس اليوم. طبعا هاي المبالغ انسرقت بالليل، وانا الغلط اللي غلطته الظهر، يعني ما طولت تقريبا 8 ساعات. يا شباب والله العظيم اني ما اسويها، وبحياتي ما اسويها. بس شوفوا خل احكي لكم يعني ايش صار وياي. اللي صار شباب، جاني ايميل على اساس اعلان، انا ما ادري حسبالي اعلان، قلت يلا خل اسوي. فمكتوب بالاعلان انه حمل هذا الملف بتفاصيل الاعلان، بالاضافه الى النص السكريبت لازم تقوله موجود بهذا الملف. فاني جيت حملته وصار اللي صار للاسف. انا ما اسويها والله العظيم، لا حمل لعبه مكركه ولا برنامج ولا اي شيء، مستحيل، لان اعرف شنو الخطوره اللي تصير بي اذا احملهن. وفد شويه راح تشوفون ايش صار بحساباتي. صار لي 8 سنوات 9 سنوات 10 سنوات بالانترنت، اعرف هاي المشاكل، اعرف هاي الخطوره. واركض لك على حسابات جوجل هي نفسها اليوتيوب، يعني هو نفسه. وعلى طول اول شيء قناتي الرئيسيه، تفعيل الامان الكامل، تغيير الرقم، تغيير كلمه السر، غيرت كل شيء، شيكت الاجهزه ما حد داخل، يلا قناتك الثانيه بالصوف، شيكت بريد الاسترجاع هم غيرتك، كل شيء غيرت. شويه ارتاحيت. يعني انتم فهمتوا صار انه قاعد يسحب فلوس لان البطاقه البنكيه مربوطه بالباي بال، فهو هكر الباي بال. اوكي هسه انا اقول لكم شلون هكر وشنو يقدر يدخل عليه. فمن الباي بال قاعد يشحن روبلوكس. شو الهكر التافه يشحن روبلوكس؟ هسه انتم صحيح تقولون هذا هكر تافه، بس بالواقع هاي الحركة جدا ذكية. هو ما دا يشحن اللعبة، هو دا يحول فلوس لنفسه، بس فد شوي اقول لكم شلون. المهم ادخل على الديسكورد واشوف الشباب داخلين، مرتضى احمد جيم، سلار مسوي ميوت. فالشباب قلت لهم الحقوا لي، كانوا يلعبون روكت ليج، قلت لهم عوفوا الجيم طلعوا، اخوكم تهكر وانباق وقنواتي يعني على المحك. قالوا شنو شكو. قلت وضحت لهم السالفة، سولفت لهم كل شيء. قال لي احمد جيمز، قال لي افصل النت هسه، عوفنا يلا ايش عندك قاعد، افصل النت وفرمت. شلون افرمت؟ انا اخر بي سي فرمتتها بال 2008 يمكن. فقال لي حمل الويندوز على فلاشة USB وافصل النت وانقل الشغلات المهمة. لا ما قال لي انقل الشغلات المهمة، بس قال لي يعني فرمت ضروري الان تفرمت وتفصل النت. قلت له شلون؟ ما اعرف. قال لي بس حمل ويندوز على الفلاش وشغل مقطع باليوتيوب تعليمي وامشي على الخطوات، وبنص ساعة انت مكمل. فعلى السريع شباب فصلت النت وحملت يلا فصلت النت لان شلون تحمل يعني. اوكي حملت الويندوز، فصلت النت، وبعدين
فرمتت فرمته كامله طبيعيه وتحمل عندي كل شيء نظامي، ويندوز جديده كانه مال بي سي بعدها جديده. وهاي الحكي شنو؟ هاي مثلا يصير انتظار تحميل او شيء، ادخل على التليفون ها قنواتي، خاف نزل شيء، خاف حذف المقاطع، خاف قدر يدخل على القنوات. شباب انا قنواتي يعني قنوات اذا راح انا انتهي. كل شويه اشيك ارجع ادخل على الباي بال، ارجع ادخل على تطبيق البنك، سحب فلوس، هكر شيء، سوى شيء. يعني شباب عشت بحاله رعب. خل اقول لكم ليش اشترى روبلوكس بهذني الفلوس مالاتي. شباب اذا يدز لحسابه الباي بال يعني عنده معلوماتك، عنده هويتك، عنده عنوانك، ما يقدر يخاطر هيك مخاطرة، يعني يتعرض للمشاكل. فاكتشفت اكو طريقة بروبلوكس انه تشحن بيها السيرفرك او لعبتك، وهاي الفلوس تجي الك اذا هاي اللعبة مالتك. تعرفون مثلا روبلوكس قبل فترة نزلت لعبة الحبار، اذا هاي اللعبة مالتي انا مسويها والناس تشتري بيها، فهو اشترى نفسه، فهاي الفلوس شحن بيها بلعبته بروبلوكس واجت إله. شفت شلون الذكاء شباب؟ وهاي الطريقة يعني غير قابلة للتتبع، ما ادري شلون. المهم شباب هذا اليوم كان جدا صعب علي، بوقتها نمت بالستة الصبح شباب، بس على البي سي، وها رجعت الماينكرافت ورجعت برنامج التصوير، وكل شوية اشيك على ايميلاتي، اشيك قنواتي، اشيك فلوسي. يعني اليوم ذاك كان الله لا يخليكم بهيك موقف. المهم كملت حياتي طبيعية. فباليوم الثاني كنت طالع بالسيارة، اجتني رسالة واتساب. هي اكثر من رسالة اجتني، اكثر من واحد شباب، الدنيا احترقت، ماكو واحد ما دز لي رسالة. طن 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 طن. فاول واحد نبهني هو رياض، هو مبرمج او مطور سيرفر MGO كرافت اللي راح ينفتح قريبا ان شاء الله. فرياض قال لي شنو حسابك مهكر مال تويتر؟ قلت لا ما عندي تويتر اصلا. شنو تويتر؟ دز لي سكرين، شو هذا الحساب مال انستا؟ قلت له تقصد انستا؟ قال لي ايه. وقلت له ايه هذا حسابي. وادخل لك على حساب الانستا والقى منشور وستوري لايلون ماسك. ايلون ماسك هو في ايه يعني شنو افت العالم كلها تيجي علي. وطبعا ايلون ماسك ما له علاقه، بس ما ادري ليش الهاكرز ينشرون مال كريبتو على مود الحساب يتبند، وبعدين يبتزون صاحب الحساب الا تدفع فلوس او هيك خباثه، ممكن بس يريدون الحساب يتبند. زين انت ليش خبيث؟ انت مو اخذت $350 من عندي بعد تريد تسد حسابي هم؟ شنو هالحقد؟ هو اصلا ما يعرفني. فد شويه اقول لكم شلون عرفت ما يعرفني. المهم شباب اللي لحق على المنشورات لحق، واللي ما لحق يعني ما راح احط لكم سكرينات لان اعتقد ممنوع بقوانين اليوتيوب. بس اكثر التعليقات ورسائل على الخاص بالصوف تهكرت، اكو بيهم يعني اللي عنده بالصوف احنا بظهرك ما عليك اذا تهكرت، واكو بيهم ها تهكرت اجا دورك. لان تعرفون المشاهير بين فتره وفتره واحد تلقوا لو ايلون ماسك فاتح بث بقناته، لو واحد متهكر ومحذوفه مقاطعه، فاللي يقول لك اجا الدور وجاك الدور، واللي يقول لك احنا بظهرك. بس اكثر التعليقات تهكر بالصوف. حذفت الستوري وحذفت البوست، طبعا لو مطولات هذني كان الحساب تبند للابد لان هاي مخالف للقوانين. فاني بعد الامان تهكر مال الانستا مالتي، فدخلت على الاعدادات، دخلت على الاجهزه المتصله، ماكو جهاز غريب، ماكو بس اجهزتي الايفون وبي سي. شلون دخل؟ شلون سجل دخول؟ شلون نشر هذا المنشور؟ ما ادري، خبلني. زين اذا هو يقدر يدخل على كل حساباتي ليش نشر هذا المنشور بالانستا؟ خلينا ننشر بقناتي الاساسيه باليوتيوب يستفاد اكثر. المهم رجعت حاله الرعب من جديد الى ان اقرا الخاص مال الانستغرام، فاجتني رساله من شخص يعني شكرا جزيلا له، هوايه ساعدني وهوايه شرح لي شنو اللي دا يصير بالبي سي ماتي وبحساباتي والهكر شنو يقدر يسوي. الرساله كالاتي: اني اسمي علي، اخوك موجود، ايش تحتاج؟ اني حاضر، اني اشتغل بالامن السبراني. شنو يعني الامن السبراني؟ هاي سيري ما تشتغل سيري. المهم خلينا نكتب ما هو الأمن السبراني. هو مجموعة من الممارسات والتقنيات التي تهدف إلى حماية الأنظمة والشبكات والبرامج والأجهزة من الهجمات الرقمية. تهدف هذه الهجمات عادة إلى الوصول إلى البيانات الحساسة أو سرقتها أو إتلافها أو تعطيل
العمليات أو ابتزاز المستخدمين للحصول على الأموال. هذا التعريف يعني بصورة مختصرة، يعني هي السالفة كلها عبارة عن فلوس بفلوس، مجرد يريد فلوس. تخيلوا واحد وظيفته يعني سكامر، واحد وظيفته يعني حرامي عنت، هكر عنت، يعني هاي الفلوس اللي ياخذها شنو؟ من ابتزاز الناس ومن سرقة حساباتهم وكارتاتهم، فلوس حرام طبعا. بس اكو واحد يعني شو اقول لكم، الانسان بدون مبادئ وبدون دين مستعد يسوي كل شيء على مود الفلوس. هو هذا الظاهر من هذا النوع، لا مبادئ ولا دين، اهم شيء يحصل فلوس باي طريقه، انطوني فلوس. المهم هذا علي سولفت له الموضوع، قلت له هذا يقدر يدخل بس اني ما اشوفه، وهيك عنده تحكم وهيك سوى وهيك سوى. فهو فهم شنو نوع هذا الفيروس اللي اجاني وشلون يعني قاعد يتحكم وشنو الصلاحيات اللي عنده. فقال لي انت تهكرت، مجرد ما دخلت للبيج ووافقت على الكوكيز انت خلاص البي سي مالتك يعني شغل لكم المتصفح او الجوجل كروم شكو موقع او اي منصة انا مسوي لها تسجيل دخول، هو صار عنده إلها دخول بدون ما اعرفه، كأنه ما داخل من البي سي مالتي. يعني شلون افهمكم اكثر؟ يعني انا مسجل دخول من البي سي بدل الحاسبة على حسابي مال انستغرام، حلو؟ فبما انه انا مسجل هو صار عنده دخول لان انا مسجل، فمجرد ما اطلع واغير الباسورد خلاص يعني ينتهي الموضوع. وايضا قال لي علي انه هذا النوع من الفيروسات ما يقدر يدخل على اليوتيوب، ما يقدر يدخل على قنواتك او اي منتج من منتجات جوجل، يعني جيميل، جوجل درايف، يوتيوب، اذني كلهن ما يقدر. الصراحة من قال لي ما يقدر يدخل على اليوتيوب كأنما نزل على قلبي مي بارد، ارتاحت، قلت له الله يبشرك بالخير، رحم الله والديك. طبعا شكرا علي اذا تشوف هذا الفيديو. وقال لي غير الاي بيات وهي تسوي وهي تسوي وفرمت، قلت له فرمتت، قال لي اذا تقدر فرمت مره ثانيه، بس انت عجزت ما فرمتت مره ثانيه لان حملت البرامج وكل شيء. بالصف فرمت يعني الا تتهكر مره ثانيه. فغيرت كل شيء شباب، انا عندي ايميلات كلش هوايه، ايميلات مال اعلانات، ايميلات قنوات، ايميلات انستغرام، فيسبوك. الفيسبوك هم دخل زين، فيسبوك شو اسوي بيه؟ هو اصلا فيسبوك ما بي شيء يعني شخصي. تيك توك، ديسكورد، تويتش، ذن كلهن غيرتهن مع الرموز، مع تغيير الايميل الاحتياطي، مع تغيير رقم التليفون. ادري تسالوني الفلوس رجعا لو لا، جايكم ان شاء الله. فاني بعد ما طمني علي، طبعا هذا يعني من اقوى انواع الفيروسات، يعني مو هين. شوف هذا الفيروسات ما يقدر يعرف شنو الباسوردات، بس شكو شيء انت داخل عليه هو يقدر يدخل عليه. انا فهمتكم شلون. فبعد ما طمنت والحمد لله، اليوم هو اليوم الثالث شباب، اليوم 3 ديسمبر، هم كنت طالع برا وتجيني رسالة انه اكو يعني نشاط مريب في داخل الجيميل. يعني هو ما قدر يغير الباسورد بس يدخل جيميل شباب، حتى هالقد ما هامله ومو مهم، حتى ما غيرت الرمز، يعني شيء مو مهم، بس هو يحاول يتشلب باي شيء، يحاول يسحب ولو دولار واحد. فهم ارجع غير وهاي وما ادري شنو، بس انا فهمته، ما دام فهمته هو خلاص انتهى. بس يعني عرفت انه اذا غير الباسوردات واسوي تسجيل خروج بعد راحه بلا رجعه، ما يقدر اذا طلع ما يرجع. دزيت بلاغات للبيبال، قلت لهم ترى مو هذا اني المشتري، هيك وصار وياي، اصلا انا يعني ما عندي روبلوكس، يعني رجعوا لي فلوسي. فالموضوع قيد المراجعه، ما ادري خليني اشوف هسه وياكم. لحد تاريخ اليوم ما رجعان فلوسي شباب، خلينا نشيك بالله، $0 يا شباب لحد الان ما راجعات، وما اعتقد يرجعن الصراحه، لان الطريقه اللي حول بيهن جدا ذكية الصراحة. الحمد لله والشكر. $350 يروحن ولا يروح الفلوس كلها، $350 يروحن ولا يروحن قنواتي وتعب سنين. الله موجود والله يعوض. فدرسنا لهذا اليوم يا شباب، احذروا من الانترنت، لا تدخل اي موقع يعني مو موثوق ومو معروف، ولا تدور لي هاي والله اريد اشوف فيلم ببلاش، والله اريد احمل لي لعبة ببلاش، اريد احمل برنامج ببلاش. ترى الانترنت بيه اشكال والوان الناس، ومو مثل الحياة الواقعية تشوفه. هذا لا، قاتل ورا الكيبورد يسوي مش مدري، يجوز هاكر، يجوز شيء، انت تحمل مثلا شغلات من مواقع مو رسمية، غلط، اكبر غلط. ما تنصح روحك انت انت بارحة متهكر، انصح روحك يا شباب. نصيحة والله العظيم نصيحة، اوكي صارت بي بس اوكي خلوني عبرة لكم، اهم شيء انتم تستفادون. قبل شوية صدت بواحد من الحسابات، صدت الموقع مالته،
طلع من روسيا. هم الروس يعني معروفين بالهكر والاختراق وهاي السوالف، ما جا حظي الا على هذا. خلاص شباب، يعني اسف على طولت عليكم يعني، فبشكرين على المشاهدة. اتمنى تاخذون بنصيحتي، اتمنى عجبكم الفيديو. اذا عجبكم لا تنسوا لايك وتشتركوا بالقناة اذا ما مشتركين. مع السلامة.